هما الفراعنة كانوا كلهم كفار وثنيين ولا في منهم مسلمين؟ تعال نشوف ربنا بيقول ايه الأول والنبي عليه الصلاة والسلام. أولا نبدأ بالحقائق القرآنية. ايه الحقائق القرآنية؟ ربنا بيقول ايه عن فرعون وملئه؟ قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى. وقال في سورة القصص إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى هذا. طيب، وقارون، وعندك هامان، كل دول كانوا كفار، كانوا مشركين. ده بالنسبة للحقائق القرآنية. طيب هل كان في مسلمين؟ أيوه. وذكرنا في الفيديو الماضي قال رجل مؤمن من آل فرعون. وعندك في سورة التحريم الله عز وجل قال وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون آسية، امرأة فرعون آسية بنت مزاح، وهي سيدة نساء أهل الجنة وكانت عايشة في زمن نبي الله موسى. وسيدنا موسى وهارون ما كانوا عايشين في زمن الفراعنة، صح ولا لا؟ والمؤمنون اللي امنوا بسيدنا موسى وبسيدنا هارون ما هم كانوا عايشين في زمن فرعون، صح؟ وعندك لما تيجي تقرا في سوره غافر الله عز وجل ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك. والدليل الحقائق التاريخيه اللي ذكروها عن سيدنا يوسف ان هو دخل في عصر الفراعنه وكان في عهد الملك امنحتب الثالث، وكان في عهده كان كثره الشركيات، وكان في الزمن ده كثره الزنا. انت متخيل في عهد سيدنا يوسف قبل ما يدعو الى التوحيد، وقبل ما فعلا ان هو يخرج من السجن ويدعو الى التوحيد، كان الزنا كان منتشر بطريقه رهيبه، بدليل اللي عملته معاه امراه العزيز. وهنبقى نعمل لها فيديو بعد كده. بس الشاهد ان سيدنا يوسف لما دخل في وسط الفراعنه ودعا الى التوحيد بعد منحوتب الثالث، وجي بعد كده منحوتب الرابع ابنه، ودعا الى عباده اله الشمس وسماه اتون. صح ولا لا؟ طيب ادي عندك في القرآن. طب عندك في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال اشد الناس عذابا يوم القيامة فرعون ورجل قتل نبيا. هنبقى نشرح النقطة التانية دي بعدين، رجل قتل نبي. بس تشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه. طيب لو انت الحقائق التاريخية بقى، لو انت جبت الكتاب بتاع التاريخ اللي هو الدراسات، او بتسموها اسمها الدراسات، صح؟ اسمها الدراسات، صح؟ كتاب الدراسات اللي هو هتلاقيه في التاريخ، قسم التاريخ والجغرافيا، التاريخ هتلاقيه مكتوب في صف رابع او خامس او سادس مش متذكر. هتلاقي ابنك بيدرس ايه؟ ان في عهد الاسر في التاريخ رع اله الشمس، واوزوريس اله البعث والحساب، وعندك القطط والتماسيح اللي كان بيقدسوها الفراعنه. طيب انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان مش كلهم كانوا كفار وثنيين بيعبدوا الاصنام وبيعبدوا الحيوانات، ومش كلهم كانوا مسلمين. في ده وفي ده. الراجل ده موضوع عشان ربنا عايز يوصل لك رسالة. ايه هي؟ ربنا قال في سورة يونس لما فرعون جه آمن، ربنا قال له ايه؟ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية.